النهارده عملت جلاش بالجبنة خطير، مقرمش من برّه وطري ومُرّق من جوّه، ينفع بقى الlunch box أو فطار أو عشا، نُص كوباية زبدة ومعلقة سمنة بلدي وهاسيّحهم على النار، وصينية ليها سور بسيط هابدأ أدهن فيها معلقة سمنة بلدي، وأجيب باكيت الجلاش عندي وأقسمه 2، أبدأ أحط طبقة وأوزّع عليها بالبرش عندي الخليط اللي أنا محضّراه، طبقات طبقة بطبقة لحد ما أخلّص نُص الكمية بتاعة الجلاش. هابدأ دلوقتي أحشيه، أنا محضّرة هنا الحشوة بتاعتي جبنة شيدر وجبنة موتزاريلا وشوية جبنة كشكول، المتاح عندكم حطّوه، ممكن جبنة كريمي، ممكن جبنة فيتا، أي حاجة بتحبوها. هنا حطيت رشة جبنة رومي، وهنا هابدأ أرُش على النُص التاني بسطرمة متقطّع صغير وشوية زيتون وشوية فلفل رومي أخضر، كل الحاجات دي اختياري، ممكن تعملوها باللحمة المفرومة، ممكن تحطّوا أي نوع جبن أنتم أو حشوة أنت بتفضّلوها. دلوقتي هابدأ أحط الطبقات اللي فوق، برضه هاحط طبقة وبعدين هادهنها بالفرشة بسيط كده من الخليط اللي أنا محضّراه بتاع الزبدة والسمنة، لحد أمّا أخلّص الطبقات كلّها، ولو في الجلاش حتت زيادة هنطلّعها كده على الطرف، وهنلفّها في الصينية من تحت عشان لمّا تطلع يبقى شكلها كويس شبه الفطيرة كده، وهنا هابدأ أتني الحتت الزيادة كده لجوّه زي ما قُلت لكم، عشان يطلع شكلها حلو، عملتها كده من ال4 جهات، أي حاجة زيادة هادخّلها لجوّه، ودلوقتي لازم نقطّعها قبل ما تدخل الفرن. هقطّعوها طبعًا بالحجم اللي أنتم تفضّلوه، بس أنا باحب أقطّعها حتت صغيّرة، مربعات صغيّرة، حوالي صابعين أو 3 كده، 3 صوابع تقريبًا. هاقطّعها بالطول وتكون السكينة حامية معاكم عشان ما تبوّظش معاكم الجلاش، وبعدين هابدأ أقطّعها بالعرض. طبعًا دي هتدخل الفرن سخن على درجة حرارة 180 في النُص، أنا مسخّنة الفرن already، لازم يبقى مفتوح قبل ما تشتغل. وعلى ما أدخّلها الفرن 10 دقايق هاحضّر بيضتين بشوية ملح وشوية فلفل، أقلّبهم مع بعض كويس، أحُط عليهم رشة بيكربونات صوديوم، وهاحطهم على كوباية حليب حوالي 200 مِلّي، هاقلّبهم مع بعض وأزوّد عليهم معلقة كبيرة baking powder، وهنا معايا شوية خليط من الزبدة والسمنة متبقيين هازوّدهم عليهم، دي بعد ما طلّعتها من الفرن بس مجرّد ما أخدت لون هابدأ أسقيها بالتشريبة اللي أنا محضّراها، وهادخّلها الفرن تاني. هتاخد حوالي ربع ساعة كمان تطلع بالمنظر الخطير ده، طلعت تحفة، جربوها وبالهنا والشفا.